السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. الأجازات بتاعت الولاد بدأت. محتاجين في الأجازات نعمل وصفات جديدة. المهم إنها تكون موفرة وكمان يكون طعمها لذيذ. النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة قوي. هعمل معاكم الحواوشي بالبطاطس. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. لوصفتنا أنا هستخدم نص كيلو من البطاطس، طبعا تقدروا تضاعفوا الكمية زي ما انتوا حابين. غسلتها وقشرتها وقطعتها مكعبات، تقدروا تسلقوها بقشرها لو حابين برضه مفيش مشكلة. هنرفعها على النار وبعد ما تستوي معانا هنبتدي نهرسها. أنا هستخدم هراسة البطاطس لأنها متاحة عندي. إذا ما كانش متاح عندنا هراسة البطاطس ممكن نستخدم الشوكة، يعني مفيش فيها أي مشكلة. هنهرس البطاطس بتاعتنا لحد ما توصل للقوام الناعم اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. في قلاية على النار هنزل بمقدار من الزيت، مقدار معلقتين. هنزل كمان ببصلاية متوسطة بشرها ناعم وهبتدي أقلبها. بعد كده هنزل عليها بأربع فصوص من الثوم زي ما انتوا شايفين وهنقلب. يا دوب كده هنشوحهم، احنا مش هنحمر البصل والثوم بتوعنا، احنا بس اول ما تطلع ريحة بتاعته كده في الوقت ده هننزل بالبطاطس بتاعتنا زي ما انتوا هتشوفوا معايا. ودي كمية البطاطس بتاعتي نزلت بيها، وهبتدي اقلبها زي ما انتوا شايفين كده مع البصل والثوم. دلوقتي بقى هنزل عليهم بالفلفل الرومي البارد والفلفل الالوان. طبعا الخطوة دي اختيارية بس عايزة اقول لكم بتدي طعم حلو، لكن لو ما كانش متاح عندنا الفلفل الالوان ممكن نستخدم الفلفل الرومي البارد، ممكن كمان نستخدم الفلفل الحار. وهنقلب ولا اسهل من كده. اما بالنسبة للتوابل بقى فهتكون عبارة عن ملح، كمون، فلفل اسمر، خلطة السبع بهارات، وبسيط من البابريكا. لو ما كانش متاح عندنا مفيش مشكلة. وهنقلب كل الخليط بتاعنا ده وهنطفي النار. بعد كده هننزل بمقدار من البقدونس وهنقلب زي ما انتوا شايفين. وكده الحواوشي بتاعنا بقى جاهز. هنجيب العيش بتاعنا وهنبتدي نفتح العيش بتاعنا ونحط فيه البطاطس بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الحقيقة العيش عندي كان كبير والمقدار ده عمل معايا 3 أرغفة كبار. طبعا لو أرغفة صغير هيعمل معانا من 6 ل7 أرغفة من العيش زي ما انتوا شايفين معايا كده. بعد كده بقى ممكن نستخدم، انا عندي طبعا قلاية الكريب، لو ما كانش متاح عندنا ممكن على اي صينية حتى على النار هندهنها، بس اهم حاجة بسيط من الزيت. وهننزل بالعيش بتاعنا زي ما انتوا شايفين لحد ما يتحمر من الوجهين. وكده هيبقى جاهز معانا. تقدروا تقدموه بأكتر من طريقة، تقدروا تقدموه زي ما هو كده، تقدروا كمان تقطعوه زي ما هتشوفوا معايا. ممكن تقدموه جنب سلطة خضراء، جنب مخلل، جنب سلطة طحينة. أنا قدمته جنب مايونيز. أتمنى من قلبي إن الوصفة تعجبكم. يا ريت لو عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، شير للفيديو، اشتراككم في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام عليكم ورحمة